في جوانب كتير ممكن نتكلم فيها عن فوز الأرجنتين وميسي بكأس العالم، جوانب رياضية وتكتيكية وإعلامية وتشجيعية وقصصية وغيرها كتير. للبطولة الأغلى على الإطلاق لليونيل ميسي، البطولة اللي أدى فيها بوتياجو بشكل خرافي استثنائي، وسجل في كل الأدوار الإقصائية كأول لاعب في التاريخ يعمل كده، وأكتر لاعب ساهم بالأهداف، وتاني أكتر من سجل غير مساهمته في صناعة الفرص واللعب. وكلنا عارفين إن من غيره الأرجنتين ما كانتش هتحقق أي حاجة، يمكن ما كانتش اتأهلت من مجموعات أصلا. بس برضه الأرجنتين أبطال بعد ميسي ساعدوا ميسي في الوصول للقب. فعشان كده معاكم أحمد الجعفري، وفي الفيديو ده مش هنتكلم تحديدا عن ميسي، أو بمعنى أدق احنا هنتكلم عن اللي فازوا باللقب من أجل ميسي. لاعبين جيل الأرجنتين الحالي وقت ما ميسي كان بيلعب مباراته الأولى في كأس العالم في 2006 كان عندهم من 6 ل 12 سنة أو 13 سنة. الجيل ده حرفيا كبر وهو بيتفرج على ميسي، وبالتالي أصبح مثلهم الأعلى. وقصة الجيل ده تحديدا بتبدأ في 2019. ميسي في 2019 لقى نفسه لأول مرة بدون القائد الحقيقي للمنتخب صديقه خافير ماسكرانو، وحتى زملائه في لاميسا تشاكا أو المائدة الصغيرة اللي كان بيتناول عليها ليو الطعام هو والمقربين منه في المنتخب، ما بقاش منها غير اجويرو ودي ماريا بعد اعتزال هيجوايين ولوكاس بيليا وماسكرانو زي ما قلنا دوليا او عموما. وكان لازم يلاقي صوته الخاص كقائد للفريق، ومش من الناحيه الكرويه بقيادته للعب والصناعه والتسجيل وكل الكلام ده. ميسي محتاج يلاقي الصوت اللي يقدر من خلاله يقود بيه المنتخب. الصوت ده ظهر قبل كده مع الأرجنتين أحيانا، بس ما كانش الغالب على ميسي، واللي كان محتاج مساعدة خارجية، وده اللي لقاه في 2019. البداية كانت برحيل سامباولي مدرب الأرجنتين في كأس العالم 2018 بعد خسارته من فرنسا 4-3، وكرة قدم قمة في السوق، ومنتخب أعضائه ما يلعبوش دورة رمضانية، ما بالك بكأس العالم. ومين كابايرو اللي واقف جون ده؟ ورغم مطالبات الصحف بتعيين مدرب أرجنتيني عالمي زي بوكيتينيو وسيميوني، بس تم تعيين ليونيل سكالوني واحد من الجهاز المساعد لسامباولي مؤقتا في البداية على الأقل، وهنرجع لدور سكالوني بالتفصيل بعدين. سكالوني بدأ عملية إحلال وتجديد في المنتخب، وعلى رأس المنضمين الجدد كانوا باريدس وديبول. أيوة ديبول اللي هو الحارس الشخصي لميسي حاليا. ديبول بيحكي إن المرة الوحيدة اللي التقى بيها ميسي سابقا كانت في 2014 واللي كان في فالنسيا، بس طبعا ميسي لما بيخطو في أي مكان مش أقل من 200 شخص بيتلموا حواليه، فعشان كده كان لقاء عابر. وفي معسكر المنتخب في 2019 ديبول وباريدس استجمعوا شجاعتهم وراحوا خبطوا على باب ميسي ودعوه للعب الورق او الكوتشينه يعني، واتفاجئوا انه وافق. ومش وافق بس، ده كمان اصبح شيء بيعملوه بشكل دائم. اتفاجئوا انه بشري بيلعب كوتشينه وبيسمع اغاني وبيحب رفقه زملائه، وكمان بقى في مناوشات وديه بينهم في التمرين دايما. ديبول كان بيتحداه يعديه وحاجات من دي، وده اللي خلى ديبول يحبه اكتر ومستعد يضحي في الملعب ويغطي ضعف المساحات المطلوبه منه عشان يغطي مساحات ميسي، وحرفيا يصبح الحارس الشخصي بتاعه في المنتخب. وحسب كلمات ديبول كل حاجة أسهل في وجود قائدنا، إنه شخص استثنائي مش بس على مستوى كرة القدم، ده شيء مفروغ منه، لا كمان على المستوى الإنساني. وباريدس أصبح لاحقا أدمن جروب الواتساب الخاص بالمنتخب، ومع الوقت من أصدقاء ميسي المقربين حتى قبل ما ميسي ينتقل لباريس سان جيرمان ويصبحوا زملاء في الفريق. حاجات صغيرة ميسي كان بيحس بيها ببرشلونة بس عمره ما لقاها في المنتخب قبل كده. وسكالوني مع الأرجنتين في كوبا أمريكا 2019 تطوروا بشكل تدريجي لحد ما وصلوا لذروة لعبهم في نصف النهائي اللي خسروه ضد البرازيل. والأول مرة من وقت طويل تصبح الخطة مش باصي لميسي، اللعيبة بتلعب مع ميسي مش مجرد أقماع تمرير اللي هو يبصيله ويرجعها له تاني. بعد نص النهائي ميسي يخرج في الإعلام وينتقد التحكيم ويقول إن الحكام منحازين للبرازيل عشان البطولة على أرضهم. شفنا ميسي بيتخانق مع حكام قبل كده في الملعب، شفناه بيتخانق مع لاعبين أحيانا، بس كل دي مواقف تتعدى على الإيد في السنين اللي قبلها. بس أول مرة نشوف ميسي بياخد زمام الأمور للدرجة دي. كوبا أمريكا 2021 واللي تعتبر اللحظة الفارقة في تاريخ الأرجنتين الحديث. تألق حارس أستون فيلا من أثناء لعبه مع أرسنال كبديل اضطراري دفع سكالوني لضمه للمنتخب. إيميليانو مارتينيز اسم اتحفر في رؤوس كل الأرجنتينيين زي ما هو رسم علم بلاد الفضة على راسه. مارتينيز اللي باين في كل موقف وفي كل تصريح مدى حبه لميسي، ولما بيتسأل عن سبب رغبته الفوز في البطولة دي الإجابة بتكون واحدة: من أجل ميسي. وحتى ديبول بيقول إنه مستعد للذهاب للحرب
الحرب من اجل ميسي. صح، البطوله للمره الثانيه هتتلعب في البرازيل، كانت هتتلعب في الارجنتين لاول مره من مده طويله، بس بسبب الكوفيد وبعد كده كانوا هيلغوا البطوله، وفي الاخر اتلعبت في البرازيل. سكالوني شاف مدى حب لاعبين الارجنتين لميسي واستعدادهم ان هم يحاربوا عشانه، وركز عليه. والجماهير اللي طول عمرها بتضغط على ميسي وتنتقده شافت اللي اللاعبين بيعملوه، وصوتها ونغمتها اتغيرت، لان ميسي نفسه لما شاف ده اتحرر من الضغط اللي كان عايش فيه طول عمره. وبقينا نشوف ميسي بيموت نفسه في الملعب، مش كرويا بس، لا حرفيا بيقاتل ويدافع ويهاجم رغم تقدمه في العمر، ويقدم اكتر من اللي كان بيقدمه في برشلونة اصلا. والارجنتين تعدي من مباراة ورا التانية بفضل ايميليانو وتصدياته، وبفضل قتال اللاعبين في الظروف الصعبة اللي فرضتها الجائحة، وبفضل ميسي نفسه واهدافه ومساهماته، واللي كان واضح انه اتصاب في كحاله في نص النهائي ورجله جابت دم حرفيا. بس في حاجة مهمة جدا حصلت في معسكر المنتخب الارجنتيني، حاجه توجت ولخصت كل الكلام ده. يوم 24/6 واللي هو عيد ميلاد ميسي، ديبول خبط على باب ليو اجويرو، بس المره دي ما كانش لوحده، المره دي مع الفريق بالكامل. الفريق كله كان بيحتفل بميسي، اللي من فرحته جمع كل الفيديوهات ونزلها عنده على حساباته، الفيديوهات اللي بتظهر سعاده ميسي كانه طفل صغير. حاجات زي دي رغم بساطتها الا انها خلقت عيله داخل المنتخب، خلقت عيله لميسي الخجول الوحيد. وحسب دي ماريا، ميسي قبل النهائي خطب في زمايله خطبه حركت مشاعرهم، خطبه قال فيها ان المفروض ان احنا كنا نلعب البطوله دي في الارجنتين، بس القدر كان مخبلنا حاجه اعظم، وهي ان احنا نلعب النهائي في الماراكانا ارض البرازيل التاريخيه، وانهم بقالهم 45 يوم بعاد عن عائلاتهم، وكلهم ضحوا بحاجات عشان يبقوا هنا. منهم اللي ما شافش بنته اللي لسه مولوده، ومنهم اللي يدوب شاف ابنه اللي لسه مولود قبل ما يسافر ويسيبه، بس كل التضحيات دي خلتهم عيله واحده. الارجنتين تلعب البرازيل في النهائي وتفوز بهدف دي ماريا. لحظة الفوز ميسي يجلس على الأرض باكيا، واللعيبة كلها تجري عليه، وأثناء الاحتفالات يشيلوه ويغنوا كاي دي ليمانو دي ميسي، أو هذا بيد ميسي، رغم إن ميسي نفسه بيقول إن البطولة دي جت بفضل تصديات إيميليانو مارتينيز في المقام الأول. إيميليانو مارتينيز وديبول اتنين من أهم عناصر الأرجنتين، ولكنهم مش الوحيدين. سكالوني بدأ يضم شباب أكتر للمنتخب، وكل واحد منهم كان له قصته مع ميسي. أليكسيس ماكاليستر اللي واجه حظ سيء في بداياته مع المنتخب، صاحب ال 24 سنة، رغم إنه شارك مع الفريق الأول للأرجنتين في مباراة ودية في 2019، إلا إنه استنى 3 سنين عشان يعود للمنتخب، ورجع بالفعل في تصفيات كأس العالم 2022. ماكاليستر بيحكي إنه أول مرة يقابل ميسي في المنتخب راح يسلم عليه، رغم إنه هو شخص خجول جدا، فكان بيرتعش وبيعرق من كل حتة لأنه هيقابل مثله الأعلى، بس بالنسبة ليه كانت لحظة عظيمة. بس مش دي القصة اللي عايز أحكيها. زملاء ماكاليستر في المنتخب كانوا بينادوه كولو، زي ما كان بيتنادى أبوه اللي زامل مارادونا بالمناسبة، واللي معناها أصهب لانه من اصول ايرلنديه. ورغم ان اليكسيس ما قالش حاجه، بس ميسي لاحظ انه اتضايق وقال لهم ما ينادلوش كده. اللعيبه قالت له ما عادي، هو مش متضايق، هو ما قالش حاجه، بس هو قال لهم هو بيتضايق، ما حدش يناديله كده. موقف بسيط بس واضح ان كان له تاثير كبير على ماكاليستر نفسه. خوليان الفاريز لاعب مانشستر سيتي وريفر بليت قبلها، اللي طول عمره بيقول ان ميسي مثله الاعلى وقدوته وحلمه انه يلعب معاه، وتصور معاه صوره والفاريز طفل، والصوره دي هو حاططها في برواز عنده. بس القصه مثيرة أكتر للاهتمام هي لزميل الفاريز السابق في ريفر بليت، إنزو فرنانديز، أصغر عناصر المنتخب الفائز بكأس العالم 2022 واللي فاز بجائزة أفضل موهبة صاعدة في البطولة. إنزو اللي سجل هدف الأرجنتين الثاني في المكسيك، مباراة عودة الروح. مش بس كان حلمه إنه يلعب مع ميسي، لا كمان انتشر ليه بعد المباراة رسالة كان موجهها لميسي بعد ما ليو أعلن اعتزاله اللعب دوليا في 2016 بعد خسارته ل3 نهائيات مع المنتخب. الاعتزال اللي كان سببه إنه مش قادر يتحمل ضغط الجماهير اكتر من كده. رسالة إنزو اللي كان عنده وقتها 14 سنة كانت مليانة بمشاعر بتوضح عشق الأرجنتين لميسي. كلام زي كيف سنقنعك أننا أموات، أنه في حياتنا عانينا 1% فقط من الضغط الواقع على كتفيك الآن. أنت تستيقظ في الصباح وتنظر في المرآة وتعلم أن حشدا يزيد عن 40 مليون نسمة لا يريدونك فقط أن تفعل أشياء مثالية، ولكن بكل سخافة يفرضون عليك طلباتهم. كيف سنقنعك بأننا لا نستطيع أن نفهم أنك إنسان، شخص لديه موهبة لا مثيل لها، أفضل لاعب على هذا الكوكب، ولكنك شخص على أي حال. ويشاء القدر أن أول أهداف إنزو يكون من صناعة ميسي نفسه.
نفسه. والاهم من كل دول هو اسطوره تانية لا تقل عن اساطير الارجنتين، الوحيد اللي شارك ميسي طول رحلته، انخيل دي ماريا. دي ماريا كان دايما اللاعب الوحيد اللي ميسي يقدر يعول عليه في الملعب ايام ميسي والعشر خشبات. بس دي ماريا ما كانش خشبه، هو وماسكيرانو اكيد، بس في الهجوم دي ماريا تمتع بثبات مستوى مع الارجنتين يمكن ميسي نفسه ما تمتعش بيه، وقدر انه يصبح مساند لميسي في الملعب اكتر من اي لاعب تاني، يمكن بسبب الذكريات اللي اتحفرت في عقل دي ماريا من البدايه، من اولمبياد 2008 لما تم استدعائه للمنتخب الاولمبي رغم انه ما كانش ظهر مع ناديه الجديد بنفيكا، وهناك قابل اشهر شاب في الارجنتين، لاعب برشلونه اللي مارادونا نفسه احتفل بمشاركته الاولى في كاس العالم، الفضائي اللي بيمتلك عيون ورؤيه مش عند باقي البشر. وكان الاتفاق بينهم بسيط، كل اللي على دي ماريا انه يجري في المساحه وهيلاقي الكوره في رجله، وده حرفيا اللي حصل في هدف النهائي الوحيد ضد نيجيريا. يمكن عشان كده دي ماريا كان بيتالق رفقه ميسي ايا كان مستوى المنتخب، ويمكن الموضوع من قبل كده كمان وملوش علاقه بميسي اصلا. دي ماريا بيحكي انه في طفولته الصعبه واثناء لعبه لنادي روزاريو سنترال، ولانه ما كانش قوي جسديا ومش بيتدخل، جت كره رأسيه وما تدخلش فيها. بعد نهايه التمرين المدرب جمع اللاعبين ووجه له الكلام وقال له انت جبان ومتخاذل ومش هتوصل لاي حاجه. ورغم انه رجع البيت وهو بيبكي وما كانش عايز يرجع التدريب تاني عشان ما يتعرضش للسخريه من زمايله ومن مدربه، الا ان والدته اجبرته يروح التدريب تاني وقالت له لازم تثبت نفسك. بس دي ماريا لما رجع في التدريب اللي بعده اتفاجئ من رد فعل زمايله ما اتريقوش عليه ولا سخروا منه، بالعكس زمايله كانوا بيتساهلوا في التدخلات والرأسيات عشان يبان دي ماريا افضل منهم. زمايله سندوه، وانت لازم تفهم ان دي امريكا الجنوبيه وكرة القدم لعبه تنافسيه لابعد درجه، وكله عايز يظهر عشان يهرب من الجوع والفقر. بس في اليوم ده زمايل دي ماريا سندوه ومدوا ايديهم ليه، ويمكن ده سبب ان دي ماريا فضل طول عمره بيمد يد العون لميسي، ولما ميسي يغيب عن التسجيل دي ماريا بيكون موجود في نهائي الاولمبياد، في نهائي الكوبا، وفي نهائي كاس العالم 2022. قصص تبدو شاعرية طبعا، بس القصة الشاعرية دي ما جاتش من فراغ، جت من ترتيبات قام بيها ليونيل سكالوني. قلت لك هنجيله كمان شوية. ليونيل سكالوني تسلم تدريب المنتخب خلفا لسامباولي بعد كاس العالم 2018، وسبب تعيينه في المقام الاول كانت الكوارث المادية اللي رئيس الاتحاد الارجنتيني السابق ساب الاتحاد فيها، واللي كان معناها عدم قدرة الاتحاد الارجنتيني على الاتفاق مع مدرب كبير. ولسه سكالوني بيشم نفسه وهو مش عارف هيقبض كام اصلا، لقى مارادونا بيقول ان سكالوني لا يصلح لتنظيم المرور، فما بالك بتدريب المنتخب. بس سكالوني كانت خطواته واضحه، هو محتاج انه يصنع دعم قوي لنفسه، فريق حواليه على مستوى الاداري، والاهم من ده كان محتاج يكسب ثقة ميسي. أول التعيينات كانت مثل ميسي الأعلى وزميله السابق في المنتخب بابلو إيمار، القلب النابض للمنتخب واللي شفناه بيبكي بعد هدف ميسي في المكسيك واللي أعاد الروح للمنتخب. من الآخر جهاز يقدر يكسب احترام اللاعبين وعلى رأسهم ميسي. ومش بس إيمار، اختيارات سكالوني الباقية برضه أثبتت حنكته، حلوة حنكته دي. والتر سامويل قلب دفاع الأرجنتين السابق واللي معروف عنه صرامته وهدوءه، واللي كان مهمته تدريب المدافعين، وكتير كان بيعمل اجتماعات فردية مرعبة معاهم عشان ينبههم على أخطائهم. وروبرتو أيالا واحد من قادة الأرجنتين في مطلع الألفية، والمدير الرياضي الأندية زي راسين كلوب في الأرجنتين وفالنسيا، واللي أصبح المشرف العام على المنتخب. سكالوني اتسم بالواقعية في اختياراته، وكان كل تصرف له هدف وكل تصرف محسوب. مش بقول صح أو غلط، بقول بس إن كل حاجة ليها سبب. أغلب مدربين الأرجنتين بينضموا لمدرسة من اتنين في التدريب. المدرسة الأولى بيلارديزمو منسوبة لكارلوس بيلاردو مدرب الأرجنتين في 86 واللي بتنص على فوز بأي ثمن، والتانية مونيتيسمو واللي منسوبة لسيزار لويس مينوتي مدرب الأرجنتين في 78 واللي بتتبع فلسفة حرة أكتر وبتدي حرية للاعبين. سكالوني بيجي في الوسط بين المدرستين، بيلعب بواقعية وتنظيم تكتيكي مناسب لكل مباراة، ولكن بيدي حرية للاعبيه في الملعب وفي الجانب الهجومي، وطبعا القتال من أجل الفوز. قبل قطر 2022 سكالوني قال إن الفرق اللي بتكسب البطولة بتكون الأذكى ومش شرط تكون الأقوى. وغير كل الكلام اللي قلناه، فسكالوني ادى ميسي حاجة زيادة، اداله حرية الإدارة التدريبية في أرض الملعب. الصحفي الأرجنتيني مارتن مازور لما اتكلم عن قدرة تحليل ميسي للمباريات من أرض الملعب قال إنه مثل قناص أو صياد ينظر حوله طول الوقت،
عندما يمشي فهو يصطاد، إنه مثل فيلم وثائقي عن الطبيعة يفكر في ماذا سيفعل في الخطوة القادمة. هو قال الكلام ده بس بالأسباني. كلام مشابه جدا لكلام جوارديولا سابقا عن ميسي، إن ميسي في أول كل مباراة بيعمل سكان أو مسح للملعب بنظراته، يقرأ الخصوم وطريقة اللعب ويعرف فين المكان الأضعف عشان يضرب منه. ولما سكالوني ادى ميسي حرية وضع الخطة في أرض الملعب اتخلق سلاح جديد للوحش. وأبرز مثالين للموضوع ده، الأول كان هدف عودة الروح للأرجنتين ضد المكسيك، لما ميسي قال لدي ماريا انه محتاج يستلم الكوره في العمق بره المنطقه عشان هو حاسس ان الخصوم مش مركزين على المنطقه دي. ميسي استلم وراوغ وسجل هدف من بره المنطقه. والمثال الثاني هو الاشهر، لما ميسي قدم تمريره حاسمه اعجازيه لمولينا في هدف الارجنتين ضد هولندا في ربع النهائي، والدنيا كلها اتقلبت. يعني هو ازاي ميسي شافه؟ بس لو رجعت لورا شويه هتشوف ان ميسي اكتشف الثغره اللي بتتوجد بين تسليم مهام مراقبته من ديونج لاكي حسب حركته في الملعب، غير ان سكالوني وحد فكر الفريق كله في اتجاه واحد، اتجاه الفوز. واللي ساعده ان كل لاعبي الجيل ده من الارجنتين اكتسبوا شهرتهم وقوتهم من المنتخب مش من اندياتهم عكس الاجيال اللي قبل كده. ومع توجيه سكالوني والعيله اللي اتخلقت في المنتخب وتحت قياده مثلهم الاعلى وملهمهم الاول ميسي، اصبحوا قادرين على ان هم يطلعوا 200% من امكانياتهم في المنتخب. حتى اختيار سكالوني لمعسكر اقامه المنتخب في قطر كان مدروس، في الوقت اللي كل المنتخبات اختارت منتجعات فارهه او فنادق فخمه، الارجنتين اقامت في جامعه قطر عشان اللاعبين يحسوا ان هم في مهمه مش في رحله سياحيه. اللاعبين حسوا بده، وعلى راسهم ميسي اللي حتى لما اتسمح ليهم يقابلوا عائلاتهم بعد التاهل من دور ال16، ميسي وبعض اللاعبين فضلوا ان هم يفضلوا في المعسكر ويتدربوا، وسكالوني اتعامل مع كل موقف بشكل يناسبه. بعد الخساره من السعوديه في المباراه الاولى، الخساره اللي كانت كفيله تدمر كل حاجه، ولو اثرها استمر اكيد ما كناش هنقول كل الكلام ده دلوقتي. سكالوني بعد الخساره جمع اللاعبين والجهاز الفني عشان يرفع روحهم المعنويه، وبعدها ساب المجال لكبار الفريق ان هم يتكلموا زي دي ماريا وديبول وايميليانو مارتينيز. وميسي اجتمع باللاعبين بدون الجهاز بس محدش يعرف ايه اللي اتقال في الاجتماع ده. واللي عمله سكالوني ما اقتصرش على كده بس، سكالوني كان بيحفز اللاعبين ضد خصومهم كانها حرب وانهم لازم يحموا بعض. ويمكن اوضح موقف ظهر فيه الموضوع ده كانت في مباراه هولندا، اللعيبه كانت داخله حرب ضد هولندا، حتى ايميليانو مارتينيز فضل محتفظ بالمقال اللي فيه فان خال بيقلل منه ووراها لمدرب حراس المرمى وقال له لقد اشتعل الفتيل الان. غير كلام ايميليانو قبل مباراه كرواتيا وهو بيقول لزمايله عليهم ان يقتلوني ليسجلوا، انطلقوا للهجوم يا شباب. وايميليانو تاثيره ما وقفش على التصدي للاهداف في المباراه النهائيه، واثناء ضربات الترجيح ديبالا واللي نزل بديل كان فاهم انه نازل عشان يسدد ضربة جزاء، وده كان موتره شوية وكان مقرر يشوط على الشمال، ودي الزاوية اللي اترمى فيها لوريس فعلا. بس مارتينيز راح له قبل ما يسدد وقال له انه يشوطها في النص لان فرنسا لسه مضيعة، ونفسيا الحارس لما فريقه بيضيع بيغامر وينط بدري في زاوية، وديبالا سدد في النص فعلا والكرة اتسجلت. وبمناسبة النهائي فديبول بيحكي، هو تقريبا الفيديو ده كله ديبول بيحكي. المهم ديبول بيقول ان فرنسا لما سجلت الهدف الثاني هدف التعادل اللعيبه كانت في حاله صدمه وان اجسادهم كانت في حاله انهيار. بس ميسي قبل الاشواط الاضافيه قال لهم هو انتم مش عارفين كره القدم؟ هل مش متوقع ان فرنسا تسجل فينا اهداف؟ البطل هو اللي بيفضل واقف للنهايه مهما كانت الظروف ويعود مره اخرى. والكلمات دي اللي بثت فيهم الروح تاني، والروح دي كانت موجودة من أول البطولة، روح كانت منقولة من المدرب للجهاز الفني للاعبين وانتقلت حتى للجماهير، روح القتال، روح إن احنا هنفوز بكاس العالم مش عشان احنا الأفضل ولا احنا الأمهر ولا عشان معانا أفضل لاعب في العالم، لا، روح احنا هنفوز عشان نستحق، عشان كل اللاعبين بيلعبوا من أجل هدف واحد وهو الفوز بكاس العالم. أكيد ميسي هو البطل الأول للأرجنتين، ولكن ده مش معناه إن الأرجنتين ما كانش ليها أبطال تانية بعد ميسي، أبطال ساعدوه في الفوز بكاس العالم. وبس ده اللي كان عندنا في آخر فيديو هنعمله عن كاس العالم 2022 على الأقل دلوقتي. شكرا ليك صديقي الرائع لو كملت الفيديو لحد هنا، وكان معكم الرائع دائما أحمد الجعفري من قناة الجعة. سلام.